لقاءات الاهلي والزمالك في رمضان. تعالوا نشوف الاهلي هيلعب كام ماتش في رمضان وايه الماتشات دي، والزمالك هيلعب كام ماتش في رمضان وايه الماتشات دي. نبتدي بالنادي الاهلي. الاهلي عنده في رمضان 1 2 3 4 5 6 7 لقاءات في رمضان. الماتش الاخير السابع ده ممكن بقى يبقى رمضان وممكن يبقى العيد، ولكن بدايه اللقاءات بكره ان شاء الله غره شهر رمضان المعظم وبدايه الشهر الفضيل ضد الجونه. تاني اللقاءات 5 رمضان 23 فبراير ضد سموحه، زد 28 فبراير 10 رمضان. الاهلي والمقاولين 5 مارس 15 رمضان. كل اللقاءات دي في دوري نايل. بعد كده طلع الجيش 9 مارس 19 رمضان في دوري نايل، ولقاءين في دوري ابطال افريقيا. واحد احد ايام 13 و14 مارس اللي هم 23 او 24 رمضان، ده في ذهاب الدور ربع النهائي قدام الترجي. لقاء العوده ممكن بقى يبقى رمضان 30 رمضان او اول ايام عيد الفطر المبارك، فيكون 20 او 21 مارس 30 رمضان او اول شوال. ده لقاء الاياب في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. نروح الى نادي الزمالك. الزمالك عنده لقاءات ايه في دوري نايل؟ عنده 5 لقاءات. حرس الحدود 20 فبراير في الثاني من رمضان ضد زد، هيلعب 24 فبراير 6 رمضان. وبعد كده ضد بيراميدز 1 مارس 11 رمضان. 16 رمضان قدام الاتحاد 6 مارس. واخيرا ضد ام بي في دوري نايل 11 مارس 21 رمضان. اللقاء الاخر هو لقاء اوتوهو الكونغولي، بس ده في الكونفدراليه الافريقيه 15 مارس في الخامس والعشرين من رمضان المعظم. دي لقاءات الاهلي والزمالك في شهر رمضان.